السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتي مره اخرى باتيس نور. الوصفه ديالنا ديال اليوم غادي تكون المرشوشه البلديه كيف ما طلبوها مني. غادي نحضرها معكم اليوم بمقادير مضبوطه ناجحه 100%، هشيشه لذيذه كتذوب في الفم. فما نطولش عليكم ونخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. الا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ديالي فما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس. نبداو مقادير وصفتنا لليوم. لتحضير المرشوشه البلديه غادي نحتاجو 100 غرام ديال الزبده. انا هنا درت الزبده من اصل حيواني. عندي هنايا 4 المعالق كبار ديال الزيت النباتيه، معلقه ديال البراليني، 50 غرام ديال السكر سنيده، عندي هنايا اصفر بيضه، رشه ديال الملح، نص كاس ديال الزنجلان اللي مصهد ومطحون، عندي هنايا نص خماره، والدقيق حسب الخليط. بالنسبه للزبده فممكن انكم تخدموا بالزبده ديال البواطه. اللي غادي يدير الزبده ديال البواطه يدير ربع كاس ديال الزيت النباتيه. صافي، هادو هما المكونات اللي كتشوفوا امامكم. اللي ما توفرش على البراليني ممكن انه يدير اللوز محمر ومطحون. فكنتمنى ان المقادير تكون واضحه. نقولوا بسم الله ونبداو تحضير الغريبه المرشوشه البلديه ديالنا ديال اليوم. كما كتشوفوا انا هنا عندي الزبده قطعتها طريفات صغار باش يسهل عليا انني ندمجها. غادي ناخذوا 100 غرام اللي عندنا ديال الزبده، غادي نخدموها مع 50 غرام اللي عندنا ديال السكر. غادي نخلي لكم كذلك السكر في صندوق الوصف بالكاس بالنسبه للناس اللي ما كيتوفروش على الميزان. بالنسبه للزبده اللي غادي يدير البواطه فراه غادي يدير نص بواطه، واللي غادي يدير الزبده ديال العبار راه ديجا كنشريوها معبوره. فوالا كما غادي تشوفوا معايا هنا كنستمر كندمج هاد المكونات مزيان. الغريبه ديالنا ديال اليوم ساهله وبسيطه، يعني ما كتطلبش بزاف ديال الوقت وما كتطلبش بزاف ديال المقادير، والاهم من هذا الشيء انها لذيذه بزاف بزاف بزاف. فوالا كما كتشوفوا معايا كنضيف هنايا عندي 4 المعالق ديال الزيت، كنضيفهم للخليط ديالي بهذه الطريقه. وغادي نضيف معاهم كذلك اصفر البيض اللي عندي، والابيض راه احتفظنا به باش نفندو فيه الغريبه ديالنا. غادي نضيف رشه ديال الملح. فوالا غادي ندمج هاد المكونات ونرجع نتلاقى معكم، فخليكم معايا. كما كتشوفوا معايا هنا من بعد ما دمجت المكونات اللي عندي الزبده، الزيت، البيض، السكر، غادي نضيف ليهم البراليني. عندي معلقه ديال البراليني. غادي نضيف كذلك لاغوم ديال الفاني. هنا ممكن تضيفوا هاد لاغوم، ممكن تضيفوا الساشيه اللي كتباع. انا غادي نضيف هنا لاغوم ديال الفاني كما كتشوفوا معايا. غادي نضيف الزنجلان اللي عندي هنا نص كاس ديال الزنجلان اللي حمرته، ولكن ما تحمروش بزاف باش ما يطلقش لكم المروره. كما كتشوفوا معايا مكونات سهله وبسيطه. صدقوني يا البنات هاد الغريبه ملي كتكونوا كتخلطوها غير الريحه ديالها، يعني غير الرائحه ديالها شي حاجه مختلفه تماما، يعني زوينه بزاف. مع العلم ان المقادير يعني بسيطه وهي سهله، يعني مكونات ديالها بسيطه كما كتشوفوا معايا، ولكن المقادير يعني الرائحه ديالها والطعم ديالها شي حاجه غزاله بزاف. بغيتكم كلكم تجربوها ان شاء الله وتخليوا لي في لي كومونتير او ترسلوا لي تطبيقاتكم عبر الخاص. فوالا كما كتشوفوا هنا صافي دمجت المكونات اللي عندي. غادي نبدا كنضيف الدقيق بالتدريج. الدقيق هنا يكون خاص بالحلويات اذا امكن، ويكون مغربل مسبقا. هنايا عندي 250 غرام ديال الدقيق. غادي نضيف ونشوف واش نحتاج اكثر او نحتاج اقل. في هذه المرحله كذلك ما نساوش نضيفوا الخميره اللي عندي نص خماره
ما يعادل واحد المعلقه بحال هكا، ما عمراش يعني. صافي غادي نكتفي بهذا القدر، وغادي نبدا كنجمع الخليط باليد من الافضل. فانا نجمع الخليط ديالي ونرجع البنات نتلاقى معكم. كما كتشوفوا معايا البنات هنا جمعت العجين ديالي، ما كنحتاجوش الكميه يعني 250 غرام كلها ديال الدقيق، كنحتاجو اقل من هذه الكميه. فانا غادي نجيب الطاوه ديالي ونجيب اللوز ونرجع نتلاقى معكم باش نكملوا الغريبه المرشوشه البلديه ديالنا ديال اليوم. اذا البنات رجعت معكم من بعد ما جبت يعني الطاوه ديالي وجبنا كذلك اللوز اللي غادي نفندو فيه الغريبه. وعندي هنا بياض البيض، كناخذوا كويرات بهذا الحجم هذا اللي كتشوفوا امامكم، كنوضعوا لهم الوجه ديالهم في بياض البيض مباشره، كنوضعوهم في اللوز. كنحاولوا اننا نضغطوا على الغريبه ديالنا شويه ونقادوها باش كتجي على هذا الشكل هذا اللي واضح امامكم. صافي كنوضع في الطاوه وكنحاول انني نباعد ما بيناتهم واحد شويه، لان فيها كما شفتوا واحد المعلقه ديال الخميره. فالطريقه سهله وبسيطه جدا. شوفوا معايا، غادي نعاود معكم كذلك واحده اخرى. حاولوا الحلوه ما تكونش كبيره بزاف لانها غادي تزيد تكبر في الفرن. كندير الوجه ديالها هكا في بياض البيض، ثم كنديرو في اللوز، وكنحاول انني في اللوز نضغط عليها شويه بهذه الطريقه اللي كتشوفوا امامكم. صافي الحليوه ديالنا كتكون على هذا الشكل هذا اللي واضح لكم. انا كنستمر بنفس الكيفيه حتى كنكمل الكميه اللي عندي كلها. غادي نستغل الفرصه في هذا الوقت وغادي نهضر لكم على الفران. بالنسبه للفرن البنات، هاد الغريبه بزاف اللي كيغلطوا كيطيبوها طياب غريبه البهله. لا، ما كطيبش طياب البهله، كطيب طياب عادي. باش نكونوا فاهمين، كطيب طياب عادي بمعنى ان كنشغلوا ليها الفران من الاسفل حتى كطيب صافي وكنزولوها. هاد الغريبه ما كتجيش مشقه بزاف، يعني كيجيو فيها واحد الشقوق اللي هما عاديين، ما كتجيش مشقه بزاف بحال الغريبه البهله. فكنتمنى ان الطريقه تكون واضحه لكم. فوالا كما كتشوفوا. وكنوضع غادي نسخنوا الفران ديالنا على 180 درجه حتى يسخن. عاد غادي ندخلوا الطاوه ديالنا للفرن. غادي نخليو الفران على 160 درجه منين ندخلوا الغريبه. وبالنسبه اللي عندهم الفرن ديال الغاز فراه نفس الشيء، كيسخنوا الفران في الاول ومني كيدخلوا الطاوه ديالهم فهم راه كينقصوه وكيطيبوه. طيبوها بنات بحال كطيبوا صابلي، غير هو ملي تبغيو تدخلوها للفران اول مره، الفران من الاحسن انه يكون سخون. فوالا صافي هادشي اللي كاين. صافي كطيب ان شاء الله، ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديالها مني كنخرجوها من الفران. بطبيعه الحال كيف ما قلت لكم كنطيبوها طياب عادي. مني كتحمر لينا من التحت كنشعلوا لها كتذهب من الوجه ديالها فقط. هادشي اللي كاين. خلاص صافي هادشي اللي كاين. كنكمل بنفس الكيفيه حتى كنكمل عدد الحبات اللي عندي، ونتلاقاو ان شاء الله من بعد ما نخرجوها من الفرن باش تشوفوا الشكل ديالها. الغزالة ديالي وصلنا لنهاية الفيديو ديالنا ديال اليوم. هذا هو الشكل النهائي ديال الغريبة المرشوشة البلدية اللي حضرت معكم. مكونات بسيطة، حصلنا على 24 حبة، وهي كمية بسيطة للمبتدئات اللي باغين يجربوا كيف ما كطلبوا مني دائما. فكنتمنى انكم وصلتوا معايا النهاية ديال الفيديو. ما تنسوش الضغط على زر لايك البنات، لانه كيساعد الفيديو انه كيوصل لعدد اكبر من الناس. فكنتمنى انكم تابعتوا معايا، وكنتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. نتلاقاو ان شاء الله في وصفات جديدة وفيديوهات قادمة بحول الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. مع السلامة.